السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم طريقة المسقعة القمر دي. يا رب تعجبكم. هتكون طريقة بسيطة وسهلة ليكم من غير اي حاجة صعبة. ان شاء الله تعجبكم وطعمها جميل جدا. حاجة كده تحفة تحفة تحفة. زي ما انتوا شايفين كده معايا بصل وتوم، وكمان معايا فلفل. هنا بقى حل على النار، وعلى السريع بقى ننزل بالزيت عشان هننزل نعمل الصلصة بتاعة المسقعة. نزلت هنا بالبصل، تمام، وهبدأ ان انا اشوح فيه لحد ما يدبل معايا اهو زي ما انتوا شايفين. اول كده ما احس ان هو دبل معايا هنزل عليه بالثوم، بالفلفل الاول، وبعد كده هنزل بالثوم. هنا بقى نزلت بالثوم وبالفلفل مع بعض. الفلفل ده فلفل حراق. طبعا دي ده اختياري، يعني حاجة اختيارية. لو انتوا بتحبوا الحاجة تكون سبايسي وحراقة، لو ما بتحبوش بتستبدلوا بقى الفلفل ده بفلفل الوان، يا اما فلفل رومي. هنا بقى انا كنت مجهزه ضربه طماطم في الخلاط، تمام. هنزل بيه على الفلفل والبصل. وهنا بقى كان بدأت ان هي تتسبك. البهارات اللي انا حطيتها عبارة عن ملح وفلفل اسمر وشطة. البهارات دي يعني حسب ما انتي عاوزة، بتحطي الحاجة اللي انتي عاوزاها وتديها طعم. وكمان حطيت معاها 7 بهارات، تمام. 7 بهارات دي بتبقى جميلة قوي، بتدي الاكل طعم حلو جدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا اقشر البطاطس اللي انا هحمرها للمسقعة، عشان احمرها الاول، وبعد كده بعديها على طول انزل بالبتنجان. هنا كمان عندي البتنجان. البتنجانية دي كانت عبارة عن كيلو، وزنها كان كيلو. قسمتها كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اقطعها عشان طبعا يعني ليها بعد ما احمر البطاطس. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، دي طريقتي في تقطيعها. انتوا تقدروا تقطعوها، في ناس بتحب تقطعها مكعبات، في ناس بتحب تقطعه بطريقة تانية، بس انا بحب اقطعه كده، يعني يكون البتنجانية ليها سمك، عشان خاطر يعني ايه تبقى تتغمس بالعيش كده، تبقى حلوة، تمام. هنا جبت بقى طبق زي ما انتوا شايفين، وابتديت احط فيه بتنجان. ما شاء الله طبعا هي كان حجمها كان حلو، وكانت مسكرة وبيضة وخفيفة وحلوة جدا، يعني كنت منقيها كويسة. وهو البتنجان اليومين دول حلو جدا، وطعمه حلو جدا ومسكر، فجميل جدا يعني.
هنا بقى ابتدينا ان انا اقلي البتنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين كده في الزيت، بعد طبعا ما قليت البطاطس وخلصتها. هنا بقى دي البطاطس اللي انا قليتها، حطيتها كده في الصينيه. ابتديت اطلع البتنجان اللي اتحمر احطه على البطاطس. وهنا بقى كده كنت خلصت قلي البتنجان كله. انا بوريكم الصلصه اللي انا عملناها بعد ما اتسبكت. بصوا بقى شكلها جميل جدا وبقت تقيله وبقت تحفه. انا خدت منها كده على المسقعه، على البتنجان والبطاطس اللي انا حمرتها. طبعا هي عليها فلفل بقى ومتبله. كانت جميله جدا جدا. وبصوا بقى هنا الصينيه منظرها كان روعه. وهنا بقى المسقعه بتاعتي بعد ما خلصت. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.